أوضح الإطار الوطني حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم أن هدفه الأول هو ضمان مقعد في الدور الثاني من كأس آسيا. وأضاف روبان النشامة خلال الندوة الصحفية الخاصة بمباراة الأردن وكوريا الجنوبية أن الروح الانتصارية كفيلة بتقديم مباراة جيدة. وشدد عموتة على أن منتخب الأردن عليه أن ينتبه إلى الجزئيات الصغيرة أمام كوريا الجنوبية، مردفا أن العامل الذهني سيكون مهما أيضا. وتابع: سنواجه خصما عنيدا قاريا وعالميا، نأمل أن نكون حاضرين في المكان والزمان لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن لنا التواجد في الدور المقبل. وأكد عموتة أن الأردن يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت على ملعب الثمامة بقطر ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا. وختم: فوزنا على ماليزيا منحنا الثقة المطلوبة، ومباراة كوريا الجنوبية لن تكون سهلة، ونعرف ذلك جيدا، لكننا سنقاتل في هذه المواجهة التي ستكون أشبه بحرب ذهنية. وفي ما يخص اللاعب محمود مرضي فإننا لن نغامر به، وخلال الساعات القليلة التي تسبق المباراة سنتخذ القرار المناسب، سواء بمشاركته أو منحه مزيدا من الراحة.